ومرتي شنقتي. والله عبد وأماني لا شنقن. علي شفت قلت لكم انه ضربته بالمقص، وجعني قلبي عليه. شنق احسن، خنقته هيك الله كاتب لموته. وانا شنق ان شاء الله ليحقن. انزل ما بحسن. صاي اخذ زوجتي اخبر مني صدق الله وفيه. وفيه بتحبني وبتحترمني وبحبها وبحترمها. أنا لاجئ سوري من مدينة حلب. هاجرت إلى تركيا مع عائلتي هربا من الحرب. أعمل عامل بناء، متزوجا ولدي 3 أطفال. علي 5 سنوات، وأمينة 8 سنوات، وعبد 6 سنوات. الجميع يشهد بأنني عشت بالحلال وبسمعتي الطيبة أنا وعائلتي، إلا أنه عانيت من انهيار عصبي ناتج عن ضغوطات الحياة الصعبة في تركيا، حتى قررت قتل عائلتي. في 6 مايو هذا العام في ليلة هادئة والجميع نائمون، قمت بأخذ مقص لآخذ روح ابني علي. آلمني قلبي جدا، بدأ يتحرك كثيرا ويصرخ حتى قررت شنقه. شنقت أطفالي وزوجتي، ثم قمت بتصوير فيديو أعترف بارتكاب الجريمة ودوافعي. أنا أحب أطفالي وزوجتي الوفية جدا، لكن الموت أفضل من أن نصبح متسولين أو نأكل بالحرام. قتلتهم حتى لا يتعذبوا في هذه الحياة الظالمة. أصبح الناس يصدقون الكاذب ويحبون الذي يأكل بالحرام، وأنا رجل أريد العيش بالحلال. المسؤول عن وفاتي أنا وأولادي هو أبي، لأنه أنجبني في الفقر والذل والإهانات. عملت لمدار 17 عاما دون جدوى. لا أريد أن يظلمني أحد أو يتكلم من خلفي. لم أجد حلا مناسبا أكثر من هذا. وصيتي أن يتم دفني بجانب قبر والدتي، وأن يتم دفني في قبر واحد مع أطفالي إذا أمكن، أو يدفنون بجانب بعضنا. بعد تصويري لهذا الفيديو قمت بشنق نفسي أيضا، ولم يدركوا وفاتنا، حتى لاحظ الجيران غيابنا واشتموا رائحة كريهة تخرج من المنزل ووجدوا جثثنا. ومن ثم تم نشر هذا الفيديو الذي اعترفت فيه بارتكاب الجريمة، وأثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستياء.